اجعل الآخرون يأتون إليك واستعملهم طعما عند الضرورة. معنى الكلام ده ايه؟ اقول لك واديك الخلاصة، بس انت ركز معايا واشرب لي اخر بق في كوباية القهوة واصحى للكلام. ازاي اخلي الناس تيجي وتقعد معايا وانا اللي اكون بتحكم ان هم يجولي وهم يبعدوا عني؟ خلينا بس متفقين من البداية ان مفيش حد هيجيلك ويستنفذ من وقته لاجل عيونك انت، غير لما يكون هو بيحبك او انت فارق معاه او انت غالي عليه. وازاي انت تخلي الناس اصلا تحبك لما انت تيجي تعاملهم بشخصيتك الحقيقية، مش الشخصية الكذابة، لا شخصيتك الحقيقية. الشخصية الحقيقية دي انك انت تعاملهم بكل وضوح. اذا كان انت كنت محترم قليل الادب من ده على ده، بتعاملهم بنفس الطريقة، مش شخصية كذابة انت بتخلقها لنفسك علشان تخلي حد مثلا ياخد عنك فكرة بانك انت محترم، بانك انت مشهور، بانك انت معاك كذا. لا دي شخصية كذابة. هيجي في يوم في الايام اصلا شخصيتك الكذابة اللي انت عاملها دي هتنكشف بيها قدام الناس. بس الشخصية الحقيقية دي حقيقتك اللي انت عايش بيها ما بين الناس، عمرك ما هتكذب بيها على الناس. ولو مثلا في ناس مش عاجباهم شخصيتك الحقيقية فهم هيبعدوا عنك اصلا من غير ما انت تطلب، علشان مش عاجبهم اسلوبك او مش عاجبهم شخصيتك. بس في ناس هتجيلك عشان عاجباهم شخصيتك وعاجباهم التصرفات بتاعتك. ولما يكون حد بيحبك ويستنزف من وقته لاجل عيونك انت، دي قيمة كبيرة جدا. مفيش حد بيعرف قيمتها غير الناس القليلة جدا في حياتنا دي. فانت قدر قيمة ان الواحد لما يضيع من وقته لاجل عيونك انت دي قدرها. وما تبيعش اللي يبيعك. خليك انت دايما شاري الناس وحابب الناس، واللي يبيعك سيبه يمشي، هيجي في يوم في الايام يندم ان هو سابك. فانت قدر قيمة الوقت اللي انت فيه، واعرف استغل الناس اللي هم عايشين في حياتك لاجل عيونك، وعايشين ان هم بيحبوك فعلا ومغروس في قلبهم حبهم ليك. او الناس اللي هي بتستغلك لاجل ان هم مثلا عايزين حاجة معينة منك، او عايزين مثلا تعمل لهم حاجة مصالح يعني. وانا ازاي اخلي الناس تجيلي وازاي استغل الناس؟ خلينا بس عارفين ان الناس اللي هتجيلك دول نوعين منهم. النوع الاول اللي احنا ذكرناه اللي هو بيحبك وعايزك وشريك، وقيمتك في قلبه كبيرة جدا لا تقدر. والناس اللي انت تستغلهم الناس بتوع المصلحة اللي هم جايين يطلبوا منك مصلحة علشان تعملها وخلاص. انت ازاي بقى تستغل الناس دي؟ انت ما ينفعش تستغل ابدا حد بيحبك او حد شريك او حد انت قيمتك في قلبه كبيره جدا. ما ينفعش تستغله. انت المفروض تكون ظهره وسنده في الحياه وفي الدنيا، وتقويه على الظروف اللي هو فيها، وتعديه من حالات الاكتئاب والحزن اللي هو بيشوفه، وتكون مصدر سعادته وفرحته في الدنيا. ما ينفعش تستغل حد بيحب انت، حد بيحبك تمام ما ينفعش تستغله ابدا. والناس اللي انت تستغلها الناس اللي هي بيطلبوا منك مصلحة، اللي هم بيقولوا لك ما يا يوسف احنا عايزينك في كذا وكذا وكذا، انت ترد عليهم وتقول لهم انا اعمل لكم كذا وكذا وكذا. فين المقابل؟ هم دول ان انت تنفع تستغلهم. خليك ماشي في الدنيا دي كالآية القرآنية اللي انا اقولها لك دلوقتي، كما تدين تدان. يعني انت عامل الناس بنفس اسلوبهم. هيعملوك باحترام وتقدير، انت عاملهم باحترام وتقدير. هيقولوا بيك ايه اللي بيهم، حتى لو كان اكبر منك او اصغر منك. ده مش عيب ولا غلط، انت اللي بدأت الغلط فانا هرد لك الغلط. فانت ما تجيش عليا وتقل بكرامتي وتكسر عزة نفسي لاجل مثلا ان انا خايف منك، او مثلا انا مش عايز ارد عليك علشان انت اكبر مني. لا ما ينفعش الكلام ده. اللي يجي على طرف اكسر اي حاجه في الدنيا لاجل انك انت تذبحه. ان هو ما يجيش على طرفك تاني. فانت قدر قيمة نفسك واعرف وفرق ما بين الناس اللي هم بيحبوك وعايزينك فعلا في حياتهم، والناس اللي بتستغلها، الناس اللي بتستغلك في حياتهم لاجل ان هم عايزين منك مصلحة. فانت عرفهم كويس وفرق ما بينهم. طب في ناس بتطلع من حياتنا ونبقى احنا حاسين بالفراغ، يبقى مش عارفين نعمل ايه. الناس اللي طلعت من حياتك اللي انت عايش فيهم في حالات اكتئاب دلوقتي، ربنا عمل كده بسبب انك انت قيمتك كبيرة وهم قيمتهم واطية. عاملة زي الاسهم، اسهم بتطلع واسهم بتنزل. فربنا ما ينفعش يجمع ما بين
حاجة عكس بعضيها. ربنا بيجمع إلا ما وفق. فأنت قيمتك لو واطية ربنا هيجمعك بحد قيمته واطية. أنت لو قيمتك كبيرة ربنا هيجمعك بحد قيمته كبيرة. ربنا ما يجمع إلا ما وفق. وما تزعلش من اللي طلع في حياتك دلوقتي. خليك فاهم وعارف إن ربنا هيرزقك بالأحسن طول ما أنت علقت يقين بربنا بإن بكرة جاي أحسن. ستنا أم موسى عليه السلام لما رمت سيدنا موسى عليه السلام في النهر أو في البحر كان عندها ثقة ويقين بربنا إن تشوف ابنها تاني فعلا. وفعلا قابلت ابنها في بيت فرعون اللي هو كان المفروض يذبحه، بس فرعون رباه وقابلته في بيته. وموسى رفض انه يرضع من الستات كلها ورضع من امه. فشوف هي علشان كان عندها يقين بربنا بانها هي تشوف ابنها فيما بعد تاني، ربنا ما غسلهاش واداها فعلا على قد اليقين اللي هي كانت متعلقة بيه في ربنا. فيا رب ارزقنا بالثقة واليقين ان انت رزقته لستنا ام موسى عليه السلام. فانت تعرف فرق ما بين الناس واعرف قيمتك كويس ما بينهم، وما تحاولش تيجي على نفسك لاجل عيون حد. خليك انت دايما بتتعامل بشخصيتك الحقيقية، وما تزعلش من اللي يطلع من حياتك دلوقتي. ربنا هيجي في يوم في الايام يرزقك باللي يقدر قيمتك ويعرفك كويس ويعرف قيمة وقتك جدا. وبس كده. لو محتواي عجبك ما تنساش الفولو.